كابتن انا دلوقتي مش عارف اتمرن عدات كتير بوزن قليل ولا عدات قليله وبوزن كتير. في الفيديو ده هقول لك تستخدم دي ولا دي، ما تنساش بس تعمل لي فولو وتصلي على النبي. يلا بينا. اول حاجه لازم تعرفها هدفك هو اللي هيحددك اذا كنت تمشي على اوزان وعدات قليله ولا اوزان وعدات كتيره. وحاجه كمان لازم تعرفها ان العدات والاوزان من انظمه التمارين، والانظمه التمارين دي اصلا لو ما كنتش عارف هدفك ما كنتش هتعرف اصلا تحدد على اساسها. ده بالاضافه للنظام الغذائي اللي انت اصلا المفروض تبقى ماشي عليه. يعني مثلا انا ما ينفعش اروح اقول لك العب لي اوزان قليله وعدات كتيره. يعني مثلا انا واحد هدفي ابني عضلات، فابني عضلات دي لازم شده التمرين من المتوسطه العاليه. ما ينفعش انت تروح تقول لي شيل على عدات قليله بوزن كتير. يعني انا مثلا واحد هدفه انه يعمل كتله عضليه كبيره، فما تروحش تقول لي شيل لك اقصى وزن اعمل لي بيه عدتين. انا كده سستمت نفسي ان انا بلعب باور ليفتنج، ما كسبتش كتله عضليه. نفس الكلام لما واحد انا عايز حجم عضلي، ما تروحش تقول لي شيل اوزان قليله عدات كتير. ليه؟ لان انت كده اصلا بتعمل حاجه اسمها حرق الدهون اللي هو الانديورنس، تستخدم فيها النظام الهوائي. والناس اللي متابعانا عارفه النظام الهوائي بيشتغل ازاي اصلا. بس سريعا نفتكر الناس برضو اللي لسه معانا جديد، النظام الهوائي ده ان هو بتديله شده منخفضه، وده اصلا هدفه اساسا حرق الدهون. فانت بتطلع على التريد ميل مثلا، بتمشي لمده طويله، بتلعب اوزان قليله عدات كتير، فانت كده بتحرق دهون. يعني برضو ما وصلتش لهدفك. يعني مفيش مقياس ثابت اللي انت بتقوله. انت لما تروح تلعب لي اوزان قليله وعدات كتير، انت كده مش بتعمل حاجه اسمها هايبرتروفي اللي هو الحجم العضلي، انت كده بتعمل انديورنس، حرق الدهون. نفس الكلام لما تروح تشيل الوزن، اقصى وزن تشيله تعمل لي بيه عدتين ثلاثه، يا فرحتي. انت كده بتنمي لجسمك حاجه اسمها الباور، وبرده ما بتكسبش حجم عضلي، وكمان ممكن تعرض نفسك للاصابه عشان انت اصلا مش مؤهل ان انت تلعب باور، جسمك مش متأهل. بس كده، سلام.